بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا انا عامله لكم منيو اسبوع كده، تاخدوا منه افكار كده ان شاء الله. شوفوا بقى هيعجبكم ولا ايه. دي مكرونة بشاميل. كنا عاملين مكرونة بشاميل ومحشي. ف بصوا بقى الجمال، واللي عملنا لكل واحد من الأسرة طبق عشان ايه نخلص نفسنا و... وعملنا كاتشب بيتي، وعملنا سلطة ال اسمها ايه دي، تومية، ومحشي. ده لوحده بقى حطيناه، وحطينا لكل واحد الفلفل وورق العنب اللي هو عايز. كل واحد، هم كلهم مش عايزين اكتر من كده، يعني هم عايزين المحشي اكتر. فالمحشي بقى حطيناه مع بعض كده، وحطينا سفرة كانت جميلة والله، وكانت فظيعة وحلوة زي ما انتوا شايفين كده. انا بديكوا افكار للاسبوع للغدا، وهنشوف اللي بعد كده. ده يا حبايب قلبي جمبري، عاملينه بشوربة. احنا عاملين معاكم طرق جمبري كتير ومصوراه يعني كذا مرة، بس يعني المرة دي طلبت معانا ان كانت الدنيا ساقعة. اليوم ده كانت الدنيا ساقعة وحبينا نعمله بشوربة، وعايزين نشرب شوربة ورز أحمر وبتنجان بصلصة وحاجة جميلة، وأكلة كانت تحفة 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 والله بجد. شكرا ليكم ولمشاهداتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم، ما تحرمش منكم. ربنا يا رب يخليكم ويخلي لكم اولادكم، وما تحرمش منكم ابدا يا حبايبي، بحبكم في الله. و... وربنا يا رب يرزقكم ويرزقنا يا رب، ويحسن ما بين ايديكم. و... وانا بديكوا افكار كده نساعد بعض فيها. ساعات الواحد بيتحير ونعمل ايه. طبعا الجمبري عملناه وجبة كاملة عشان غالي وكده، عملناه وجبة بقى. اللي بعد كده احنا حبينا نحلي ده اللقطة دي كانت في رمضان وما نزلتهاش، فقلت انزلها لكم برضو. دي كنافة بالمكسرات بالشربات بقى، العسل ده الحلو. بص عمالة تشرب عمالة تشرب الشربات. نحط لها تشرب، نحط لها عمالة تشرب، يعني مش عارفة. وعملنا جلاش حطينا كل الشربات يعتبر، يعني عاملين جلاش بالكنافة برضو والمكسرات، تحفة برضو والله. كانت جميلة الأكلة دي. وكان في قطايف عملناها اليوم ده، يعني اتغدينا غدا فطار، يعني كنا في رمضان فطرنا فطار خفيف عشان نصلي التراويح ونقدر ناكل الطبق اللي انتوا هتشوفوه ده. يعني هو مش لفرد الواحد، يعني لثلاث أفراد. الطبق ده قضى 3 أفراد. انتوا فاهمين طبعا الصيام ورمضان وكده. برضو قلت انزله، ما بخلش عليكم فيه، كان ممكن ما انزلوش، بس عشان برضو ايه تفتكروا النفحات الجميلة دي اللي كنا فيها. الله ربنا يعوض علينا وبلغنا رمضان سنين عديدة ان شاء الله ان شاء الله. فده طبق حلو كده جانبي يعني. بصوا الجمال، بصوا بتبقى جميلة قوي الكنافة بالمكسرات والكنافة بالكريمة. شايفين؟ طبعا احنا عاملين معاكم الريب اي قبل كده كتير، بس انا اول مرة اعمله بالرز البسمتي. بصوا بقى الجمال والحلاوة. عملنا الريب اي كل واحد قطعة كده، وبولة رز، وبولة بطاطس مهروسة بصوص الديمي جلاس. وانتوا عارفين ما اقولكوش على طعمه وعلى جماله، واللحمة مستوية زبدة وحاجة جميلة. كانت جميلة الوجبة وعزيمة كده وشيك كده وحلوة يعني. الطعم بقى خليه على جنب، حكاية حكاية والله. فجربوه هيعجبكم. يعني انا بصوا طبق يعني كأنك قاعدة في مطعم يعني. الكيش الرز كان حكاية. انا عاملة معاكم الرز البسمتي كتير، وانا يعني قبل كده. طيب شوفوا بقى الوجبة دي فرخة بالصوص والبتاع مشوية في الفرن. وده كان في رمضان. طبخنا بسلة وملوخية و... وقدمنا بقى الأكلة دي. طبق ده حفيدتي
عاملاه وهي اللي معلقة عليه. انا حبيت انزله لكم يعني في المنيو ده، مش عشان ما فيش رمضان ما نجيبش حمام. هاتوا حمام، هاتوا سمان، برضو من حيرة الأكل وكده. وبرضو هو دلوقتي هدي شوية في الأسعار، فعاملين بقى سمان محشي رز وملوخية ورز معمر و... ومقلكوش على الجمال والحلاوة وخير رمضان. والواحد مقهور من ساعة ما رمضان مشي يعني، والله بجد. أكيد انتوا بتتفرجوا وحاسين بنفس الإحساس ده، شهر اللي ما بيتعوضش. هنا برضو معلش هما جم بقى ورا بعض كده، لكن مش كل يوم بناكل فراخ طبعا، ولا كل يوم بناكل لحمة. هما أما أنا جمعتهم هما طلعوا كده. عاملين فراخ مشوية. كنت هعمل شوربة، كان الدنيا ساقعة برضو. ما لقيتش لسان عصفور ولا شعرية، لا آخر حاجة شعرية عملت بيها الرز. فما نقفش، احنا ما نقفش على حاجة، احنا ستات بيوت وشاطرين. رحت عاملة مكرونة عقل كده، ودي كوسة مطبوخة كانت زي العسل، وملوخية، وطبعا خروب ومانجا ولا برتقان بالجزر، مش عارفه باذنجان مملح، بنجر، اي حاجه موجوده عندك حطيها. شايفين انتوا الجمال والحلاوه؟ في ايه بقى تاني؟ فضل ونعمه. ربنا يا رب يديمها علينا نعمه يا رب. زي ما انتوا شايفين كده. والعصاير بقى الجميله، الخروب والكركديه، الحاجات الحلوه دي. هنشوف بقى الأكلة اللي بعد كده. محشي، ودي بطاية عاملينها في الكيس الحراري. وده محشي، احنا برضو هما اتجمعوا كده، هي جت كده. طبعا انتوا فاهمين انتوا طول رمضان وطول الشتاء محشي. محشي يعني ما يعديش الأسبوع إلا لما تعملي المحشي. يعني مع انه والله مكلف جدا، رز والخضار والبتاع، بس برضو احنا مش نشبع منه. زي ما انتوا شايفين هنا اتعاركوا على اللي هو تحت ده، اللي هو في بتاع الحلة، هم اتعاركوا عليه. هي بتوريهولك، بتقولك بنتي بتقولك انا بحب ده. بس بالحلاوة دي والجمال ده وبطاية والحمد لله فضل ونعمة، وربنا يديم علينا نعمة يا حبايب قلبي. بس ما تنسونيش بقى لو عجبكم قولولي بقى، لو عجبكم ما تسيبونيش كده يعني، واعملوا لي شير ولا اعملوا اللايك، وما تنسوش وفعلوا الجرس وكده عشان يوصل لكم كل جديد مني. ما تنسونيش في الدعوة الحلوة دايما دايما. بوصيكم بتدعوا لي يعني بالدعوة الحلوة، لو استفدتي مني بأي حاجة يعني. تنسونيش في الدعوة الحلوة. بس يا حبايب قلبي، وهو ده كان المنيو الأسبوع. يا رب يعجبكم إن شاء الله، يعجبكم أو تاخدي فكرة من حاجة. ومش مهم، مش مهم تعملي كل الحاجة دي، تاخدي فكرة كده من حاجة وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.